بسم الله الرحمن الرحيم، وحلقة جديدة من حلقات العشوائي، ونتكلم على ماتش طلائع الجيش. الماتش النهارده كان صعب قوي ورخم. فريق طول عمره بيدافع قدامك وعلى طول ما بيعملش اي حاجه غير انه بيبقى واقف صد قدامك. انت كنت بتلعب بالخطه بتاعتك العاديه اللي هي بتلعب بالخطه بتاعتنا العاديه اللي هي 4-2-3-1 اللي هو محمد شريف. فبتلعب في الخط الخلفي بتاعنا بيلعب اكرم، وبعد كده بيلعب اكرم وبيلعب رامي ربيعه وياسر ابراهيم ومحمد اشرف، اليو ديانج، السوليه، سافيو. بيلعب في الناحيه اليمين كريم فؤاد، وبيلعب في الناحيه الشمال احمد عبد القادر، وبيلعب محمد شريف. انت اول ما ابتديت الماتش طلائع الجيش كان بيلعب برضو بنفس الخطه، كان بيلعب 4-2-3-1. في وسط الماتش بقى يرجع الخط بتاعنا، بقى يرجع واحد من خط النص بقى يلعب ليبرو متقدم، ويرجع واحد من اللي هم كانوا بيلعبوا في الخط اللي قدام بقى بيلعب رقم 8، وبقى بنبقى يلعبوا ورا 5-2-1-2. فاصبح انت كده ايه، عندك تكتل. طيب اكرم من الحته دي كده، اكرم المفروض بيبقى قافلها. اكرم بيخش كريم فؤاد في النص، فبيدي هنا لاكرم مساحه ان هو يطلع قدام، فالناحيه بتاعت اكرم على طول مخترقه وجون جه منها وكل الخطوره جايه منها. في العكس الناحيه الثانيه احمد عبد القادر ما بيتحركش من مكانه، بيلعب على الخط. المره الوحيده اللي دخل جوه جابها جول. محمد اشرف ما بيتحركش ياخره نص الملعب او بعد نص الملعب، بيعمل عرضيه على طول لمحمد شريف، اللي محمد شريف مضيع النهارده حوالي 6-7 اجوال. الشوط الاولاني ما كانش عندك اي حلول خالص، ولا عارف تشوت، ولا عارف تعمل بينيه، ولا تعمل عرضيه، ولا تعمل اي حاجه. عشان كده انت طلعت مغلوب الشوط الاولاني بهجمه دخلت فيك جول قلبت لك الماتش. الشوط الثاني هنرجع نتكلم فيه بعد شويه. الشوط الثاني بقى ابتدينا الشوط الثاني ما عملناش اي تغيير، وبرده كان عندك مشكله لسه في الجنب اليمين زي ما انت. فبدات بقى عندك حلول، بقى يطلع اكرم قدام هنا، محمد اشرف بقى يطلع قدام هنا، احمد عبد القادر بقى يخش جنب شريف، برونو سافيو بقى يقرب ناحيه اليمين،